ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده هحكي لكم عن واحدة من أكتر الشخصيات رعبا وخطورة في عالم مارفل. شخصية تعتبر السبب ورا مصايب كتيرة جدا حصلت لأبطالنا، واللي بتظهر دايما في الكوميكس إنها العقل المدبر اللي بيبوظ كل حاجة. شخصية شيطانية، وده حرفيا أنا بتكلم عن الشيطان موفيستو. يمكن سمعت الاسم ده قبل كده مرتبط بجوست رايدر أو مع ثانوس أو حتى في قصص سبايدر مان، بس خليني أقولك إن الحكاية أعمق وأغرب من مجرد شخصية شريرة. في الأول كده بس خليني أوضح لك إن كل اللي هتسمعه هنا مجرد قصص خيالية من الكوميكس، ملهاش أي علاقة بمعتقداتي أو معتقداتك. وقبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش إن اللايك بيدعمني. ومن غير كلام كتير خلونا نبدأ. القصة بتبدأ بحكاية قديمة جدا عن الشيطان اسمه موفيستوس. الناس زمان كانوا فاكرينه كائن مرعب عنده قرون وعيون لونها أحمر، ولكن المفاجأة هنا إنه ما كانش بيظهر بالشكل ده أصلا، لأ ده كان بيظهر كهيئة راهب لابس أسود ومعاه كتاب أحمر بيعرض على الناس صفقات، بيديك أي أمنية أنت عايزها ولكن في المقابل هياخد روحك. الصفقة واضحة وصريحة، هو مش بيغشك، بالعكس بيقولك الحقيقة كاملة. بيقولك إنه هيخليك خادم عنده، وفي الآخر هتتعذب في الجحيم وهستمتع وأنا باصص عليك. ومع ذلك البشر كانوا بيوافقوا، إما بسبب الطمع أو عشان ينقذوا حد بيحبه أو حتى عشان ينتقموا من حد. ومن هنا مارفل استلهمت شخصية موفيستو، وعشان نفهم هو جه منين بالظبط لازم نرجع لأول كائن في الكون، نيمسيس. نيمسيس كان أول مخلوق موجود لوحده في الفراغ، زي كده عزيز أنا وأنت، عشان كده أنا عملت القناة دي عشان نونس بعض. المهم قرر يخلق مخلوقات يعيش معاها. للأسف المخلوقات دي طلعوا شياطين، طبيعتهم وحشية وما بيعرفوش يعيشوا في سلام. نيمسيس حاول يصلحهم لكن فشل، في الآخر دمرهم كلهم. وبعدها من كتر حزنه قرر إنه يدمر نفسه هو كمان. ومن طاقة نيمسيس اتكونت الأحجار الأبدية اللي استخدمها ثانوس، وبرضه اتشكلت من طاقته الشياطين تاني اللي كان من ضمنهم موفيستو. وده يوضح لك حاجة مهمة جدا، الأحجار الأبدية والشياطين ليهم نفس الأصل، عشان كده حتى لو حاولت تستخدم الأحجار للخير النتيجة دايما بتبقى كارثية، لأنها في الأساس طاقة شيطانية. نرجع بقى لموفيستو، هو مش مجرد شيطان عادي، هو واحد من أقوى حكام الجحيم في مارفل. واللي ممكن ده يفاجئك إن الجحيم نفسه مش مكان واحد، لأ ده ممالك كتير وكل مملكة ليها حاكم شيطان مختلف، زي مثلا دورمامو اللي شفناه في فيلم دكتور سترينج، أو شيطان تاني اسمه سيتانيش. لكن مفيستو غالبا بيعتبر أقواهم وأذكاهم. طريقته في السيطرة مش بس بالقوة لكن بالعقود والصفقات اللي بيعملها مع البشر. وأشهر صفقة لمفيستو كانت مع جوني بليز اللي بقى بعد كده جوست رايدر. جوني كان نفسه ينقذ أبوه المريض، فوافق على الصفقة مع الراهب اللي ظهر له وباع روحه. واللي ما كانش يعرفه إن مفيستو كان عارف إن أبوه هيموت بعد فترة قصيرة في حادث. وده اللي حصل فعلا، جوني خسر أبوه وخسر روحه وبقى عبد عند مفيستو، لا قادر يموت ولا قادر يعيش، مجرد خادم بينفذ أوامر سيد الجحيم. أما بالنسبة لثانوس فكلنا عارفين العداوة الكبيرة اللي بينه وبين الأفينجرز. ناس كثيرة فاكرة إن السبب في العداوة دي هو إن الأفينجرز كان دايما بيتصدوا لثانوس ويمنعوه من إنه يكمل خططه ويسحبوا منه القفاز، لكن الحقيقة أعمق من كده بكتير. مفيستو من البداية كان بيوسوس لثانوس وهو صغير، زرع جواه الكراهية وحرضه ضد كل أبطال الأرض وبالذات الأفينجرز. وفي النهاية مفيستو نفسه كان ناوي يخون ثانوس وياخد الأحجار الأبدية لنفسه. ولكن الصفقة الأغرب واللي محدش كان يتوقعها كانت مع بيتر باركر سبايدر مان. القصة دي من أهم اللحظات في الكوميكس. وقت الحرب الأهلية بين الأبطال كان في قانون بيجبر الأبطال يكشفوا هويتهم. ايرون مان كان موافق وبدأ يقنع الأبطال إنهم يعرفوا الحكومة هويتهم. سبايدر مان كان واثق فيه جدا لدرجة إنه وقف في مؤتمر صحفي وقلع القناع وكشف للعالم كله إنه بيتر باركر. اللحظة دي غيرت حياته بالكامل، لأن الأشرار عرفوا هو مين وحياة عيلته وأصحابه بقت في خطر. واللي حصل بعد كده إن واحد من أعداء بيتر حاول يقتل ماري جين، ولكن الرصاصة جت في عمته مي بالغلط وسببت لها إصابة خطيرة. بيتر جرى على كل الأبطال عشان يساعدوه لكن محدش قدر يعمل له حاجة، حتى دكتور سترينج رفض إنه يتدخل في دورة الحياة والموت. بيتر انهار، ما كانش شاف قدامه غير إنه لازم ينقذ عمته بأي طريقة. هنا ظهر موفيستو، عرض عليه صفقة واضحة، هخلي عمتك تعيش وهخلي العالم كله ينسى إنك سبايدر مان، ولكن في المقابل زواجك من ماري جين هيتمسح من الوجود، هترجعوا غربة عن بعض كأنكم معرفتوش بعض في حياتكم. تخيل بيتر يلاقي نفسه قدام اختيار مستحيل. ماري جين حاولت تقنعه ما يعملش كده، قالت له إنها بتحبه ومش عايزة ذكرياتهم تروح، وإن عمته نفسها ما كانتش هترضى بده. لكن بيتر كان محطم وشال ذنب اللي حصل لعمته. في الآخر وافق، راح ودع ماري جين للمرة الأخيرة ووقع العقد. في لحظة زواجه اختفى، ذكرياته معاها راحت ورجع مراهق من الأول.
ومن هنا نقدر نقول إن مفيستو مش بس بيهزم الأبطال بالقوة، لكن بيهزمهم نفسيا، بيكسر إرادتهم، بيخليهم ياخدوا قرارات يندموا عليها طول عمرهم. من جوست رايدر سبايدر مان لسانوس نفسه اللي كان بيوسوس له من صغره، دايما تلاقي الشيطان هو السبب اللي بيحرك الخيوط من ورا الستارة. والسؤال هنا إن دايما مفيستو بيعمل عقود علشان يتبع له روحك، ولكن الغريب هنا بقى إن كل اللي عمله إنه بعت بيتر عن ماري جين. تفتكر غيران منه؟ أكيد لأ. هنا دكتور سترينج سأل مفيستو ليه عملت كده؟ رد مفيستو كان غريب، قال له إنه شاف المستقبل وإنه هزم أبطال الأرض، لكن اللي قدر يهزمه كان سبايدر مان. من هنا كلنا استغربنا إزاي قدر يهزم هالك وثور وحتة مراهق عنكبوت قدر يهزمه، لكن مفيستو كان بيكذب تقريبا. ليه بقول كده؟ لأن اللي هزمه كان فعلا شخص لابس سبايدر مان، بس اللي تحت القناع كانت بنت. أيوة، هي بنت بيتر وماري جين. علشان كده مفيستو قرر يبوظ جوازهم، ودي قصة تانية اكتبلي في الكومنتات لو عايزني أعمل لها فيديو مخصوص. بس لو هتسألني إيه أغرب عقد حصل بين مفيستو وأي شخصية تانية، في الإجابة هتكون مع سكارليت ويتش. في العادة الناس هي اللي بتروح تبيع روحها لمفيستو، لكن مع واندا كان العكس. سكارليت ويتش خدت جزء من روح مفيستو نفسه واستخدمته عشان تصنع أطفالها. حتى الشيطان ما قدرش يفلت من قوة سكارليت ويتش. بس الفيديو لسه مخلص، نيجي بقى لفقرة مقدار القوة. بس في الأول كده لازم نعرف إن مفيستو كائن كوني عايش في بعد تاني بره الكون نفسه، بيكون قاعد في البعد ده اللي هو صنعه، عشان كده لما يكون في البعد ده بيكون في أقوى حالاته، بس طبعا لو خرج منه بتبتدي قوته تقل مع الوقت. مفيستو مصنوع من طاقة شريرة، عشان كده الضربات الجسدية مش بتأثر فيه، ده غير إنه خالد أصلا ويقدر يعالج نفسه بكل سهولة. لأ، وكمان يقدر يتحكم في المادة والطاقة، ويقدر يسيطر على العقول، وعنده القدرة على الانتقال الآني، وزي ما هو باين مع العقد بتاع بيتر يقدر يتحكم في الزمن ويقدر يسافر للماضي أو المستقبل. أكله، شربه، لبسه، نومه، هدومه، حمومه علينا. ولو مفكر إن كل ده كفاية، أحب أقولك إن مفيستو دخل في معركة ضد جالاكتوس، ودي برضو قصة تانية، وبقولي في الكومنتات لو عايز نعمل لها فيديو مخصوص. نرجع لموضوعنا. ضرباتهم حرفيا كانت بتدمر كواكب بسهولة. مش بس كده، وجالاكتوس عنده سيلفر سيرفر، فمفيستو بيقدر يتحكم في أرواح الانتقام ويدمجهم مع البشر، عشان كده يقدر يكون الجوست رايدر. تخيل بعد كل ده بيتهزم على ايد بنت سبايدر مان. ولو وصلت لحد هنا فخليني اقولك انك شخص جامد جدا، وتاخد على الباور جريد 7 من 7. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك، وفي الاخر حابب اقول جاست كده بيس.